ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة تركيب الأقمار وأحدث الترددات على اليوتيوب. النهاردة معانا خبر حلو خالص. النهاردة هنتكلم عن 3 قنوات مغربية رياضية جديدة ظهروا. ال3 قنوات دول طبعا احنا كنا عارفين ان مفيش غير قناة الرياضية المغربية، لا دلوقتي في أصبح موجود رياضية 1 ورياضية 2 و3. يعني دلوقتي في 1 و 2 و 3، 3 قنوات إضافة للباقة الرياضية المغربية. يعني دلوقتي أصبح في 4 قنوات رياضية تبع دولة المغرب. النهاردة هنتكلم مع بعض عن 3 قنوات دولت والتردد الجديد الخاص بيهم. طبعا ظهر 3 قنوات رياضية مغربية عبر القمر بدر سات 26. طبعا يا جماعة قمر بدر سات 26 اللي هو عليه القنوات المغربية. تمام. النهارده مع بعض هنقول التردد هيكون 11623 وهنكتب عمودي حرف الفي، وهنكتب معدل الرمز او درجة الترميز 27500. يبقى احنا دلوقتي كان على العرب سات او بيقولوا عليه بدر سات 26 كان موجود الرياضية المغربية بس. لا دلوقتي في الرياضية المغربية 1 و2 و3، يعني في 3 قنوات جداد ظهروا تبع الباقة المغربية الرياضية عبر القمر بدر سات. طبعا احنا عارفين ان النايل سات حزمة غربية، وطبعا حزمة غربية مش بيستقبل في معظم الدول العربية، بيستقبل في دول المغرب العربي بس. تمام. طيب ايه هو التردد اللي ظهرت عليه ال3 قنوات الرياضية المغربية؟ اول حاجة عشان نبدأ ننزل القنوات يا جماعة موجودة على القمر بدر سات او عرب سات 26، ولازم يكون عندك طبق تاني وتوجه الطبق ده على المدار 26 عشان تقدر تستقبل قنوات العرب سات. تمام. اول حاجه كده علشان نبدا نضيف الترددات القنوات بنبدا ندوس على زر منيو المعروف باسم القائمه، وبعد كده بندخل على التركيب، وبعد كده قائمه الترددات تبدا تكتب اضافه احمر، الزرار الاحمر يبدا يظهر معاك التردد والترميز والاستقطاب. اول حاجه بتكتب التردد 11623 ومعدل الترميز هيكون 27500 والاستقطاب هيكون عمودي حرف الفي. وبعد ما تخلص كتابة التردد ومعدل الرمز والاستقطاب بتبدأ تدوس على الزرار الأزرق الخاص بالبحث. تمام كده. بعد ما خلصنا هنبدأ ندوس حفظ القنوات. هتلاقي فعلا 3 قنوات مغربية رياضية ظهروا على التردد 11623 عبر القمر بدر سات 26 او عرب سات 26. ده كان فيديو النهارده من قناه تركيب الاقمار واحدث الترددات على اليوتيوب. كان معكم مصطفى الشناوي، انتظرونا في فيديوهات قادمه والى اللقاء.